في موضوع بقاله فترة مأزمني بطريقة كبيرة جدا، واخد من طاقتي بشكل كبير، وحرفيا حاسة كأني محبوسة جوا دايرة مقفولة بلف فيها حوالين نفسي. لا قادرة اخد قرار ولا قادرة اخرج براها، ولا حتى عارفة انا ماشية ازاي. كل قراراتي مندفعة، وانا عارفة ان هي مندفعة. كل قراراتي فيه مش محسوبة، ماشية وخلاص، او تحفيزية. ودايما القرار اللي بيكون ناتج عن تحفيز وطاقة جت على فجأة مرة واحدة مش بيستمرش، ولا بتاخدي من وراه نتيجة، لأن مفيش استمرار، هي وقتها وخلاص. فحاسة انك محبوسة في دايرة واحدة عمالة تلفي فيها حوالين نفسك، بتسألي نفسك أسئلة كتير. طيب أنا دلوقتي حلمي ما تحققش، أنا مثلا هعمل ايه بعد كده؟ لسه قدامي حاجات كتير. حاسة ان حلمي بيتسرق مني، حاسة ان انا مش قادرة اخطي خطوة لقدام. كل ما اخطي خطوة احس ان انا برجع ورا. عمالة بسعى بكل طاقتي وجهدي عشان احقق حلمي، بحس ان انا بجري في مكاني، مفيش حاجة جديدة. لا، وكل ما احس ان انا قربت امسكه احس ان هو بيبعد اكتر، لان في حاجات بتزيد عليه اكتر، في حاجات بتمشيها غلط، فاصبح ان انت محتاجة تعدليها وتبداي من جديد. كل ده بيدور في عقلي. انت بدأتي في حاجة تساعدك انك توصلي لحلمك ده، مثلا تدعمك ماديا. الحاجة دي نجحت ومحتاجة طاقة ومجهود منك بشكل كبير، محتاجة جهد كامل منك انك تحافظي على النجاح اللي وصلتي له فيها. انت وصلتي النجاح فلازم تحافظي عليه، لازم تفضلي ثابتة على المكان اللي انت وقفتي فيه. كل ده بيدور في عقلك. طب اصبح ان انا ما كانش ده هدفي، ده كان مجرد مساعدة. لا، اللي كنت بتدوري، اللي كنت بدأتي فيه على اساس ان هو عامل مساعد ليكي نجح، فبقيتي محبوسة جوه دايرة تشتت فيها ملوش نهاية. مش عارفة تفكري ازاي، مش عارفة تعملي ايه. طب انتي واقفة في النص، حلمك اللي كنت بتسعي له لقيتي مطلوب منك حاجات كتيرة جدا 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 تثبتيها الأول عشان تكوني مؤهلة له، وده عاوز منك جهد ووقت وماديات أكتر. فبقيتي محبوسة في دايرة مش عارفة تخرجي منها. لقيت الكومنت ده، وحقيقي كأنه جه عشان أجاوب على نفسي وأقول لنفسي اللي أنا مستنية حد يقولهولي، أو اللي أنا مش قادرة أقوله لنفسي. فقلته لحد، أو قلته للبنت اللي كانت بتسأل السؤال ده، ورجعت قريته كأنه بقوله لنفسي. وهو إن الحل في حاجة واحدة بس، وهي الرضا. ولكن صعبة جدا، ويكون عندك يقين تام إن كل حاجة هتيجي في وقتها، ومحدش مهما جري أو سعى أو حتى فضل يعافر لآخر نفس عمره ما هياخد أكتر من نصيب، ولا أكتر من اللي ربنا كاتبه. دي راحت عن بالي، خلياني حاسة إن أنا في سباق، في صراع بيني وبين نفسي، مش مع حد. حاسة إن أنا لازم أقدم أكتر من كده، حاسة إن أنا ما ينفعش إن أنا أنام أكتر من كده، ما ينفعش أرتاح أكتر من كده. حرفيا عدت بستكتر على نفسي ساعات الراحة ما بين البيت والأولاد، خصوصا لو بتربي صبيان. مش هقول أكتر من كده. حياتك الزوجية، حياتك الأسرية، لو انتي بتشتغلي عندك شغل تاني، كل ده مخليكي حاسة انك في سباق بتجري حوالين نفسك، كأنك بتجري ورا نفسك. السؤال ده جالك زي بمثابة الكشاف اللي نور حاجات كتير انتي مش واخدة بالك منها، او كلام كتير مفروض تقوليه لنفسك، وحرفيا عقلك من كتر التشتت اللي انتي فيه ضيعه او وقعه. فبتجيلك زي إشارة كده بتخليكي تراجعي كل اللي المفروض يتقالك.